واش راكي تستناي باش تحسني دخلك؟ راكي تستناي زيادة في الراتب ولا تستناي معجزة؟ خليني نقولك الحقيقة اللي يمكن ما تعجبش بزاف الناس. اغلب الناس ما عندهمش مشكل في قلة الفرص، عندهم مشكلة في انهم ما يشوفوش الفرصة اللي قدامهم. يمكن عندك هاتف، عندك انترنت، وعندك ساعتين فراغ في النهار، وهذا كامل يقدر يكون بداية نتاع مشروع يبدل حياتك بعد عام ولا عامين. والمفاجأة ولا الفكرة اللي راح نحكي عليها اليوم ما تحتاج راس مال، بصفر دينار. أهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا ميت مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. إذا راكي خدامة وتقولي الشهرية ما تكفيش، ولا راكي قاعدة في الدار وحابة يكون عندك مدخول خاص، هاد الفيديو معمول ليك. بصح قبل ما نبدأ باغية نطلب منك حاجة، ما تشوفيش هاد الأفكار باللي تربحي بيها مليون في السيمانة. لا حبيبتي، شوفيها كي البدرة، نزرعوها اليوم وبعد مدة إن شاء الله البدرة تكبر وتولي شجرة بقدرة مولانا سبحانه. الفكرة الأولى صناعة محتوى. إذا عندك تجربة ولا عندك مهارة ولا حتى قصة، تقدري تحوليها المحتوى في اليوتيوب ولا في التيك توك، في الفيسبوك ولا في الانستغرام. ما تحتاج كاميرا احترافية، التليفون اللي عندك يكفي، وما تحتاج حتى تباني بوجهك. كاين آلاف الناس يصنعوا المحتوى بالصوت فقط. بعد مدة المحتوى يجيب إعلانات وتعاونيات، بيع منتجات ولا دورات. الفكرة الثانية بيع المنتوجات الرقمية، وهذا هو المخير تاع المشاريع. مرة واحدة تخدمي المنتج تبيعيه 10 مرات ولا ممكن مئات المرات. مثلا تخدمي دفاتر تنظيم، تخدمي ملفات للطباعة، كتب إلكترونية، بطاقات تعليمية للأطفال، قوائم تنظيم البيت، قوائم ميزانية الأسر، كلها تتباع رقميا، يعني عن بعد. ما عندك لا تخزين، ما عندك شحن ولا تعب. الفكرة الثالثة هي التصميم باستعمال كانفا. الناس اليوم بزاف يحتاجوا منشورات، يحتاجوا إعلانات، يحتاجوا شعارات، يحتاجوا صور مصغرة لليوتيوب، يحتاجوا دعوات. كانفا خلات التصميم أسهل وأسهل. في البداية تتعلمي تحلي الخدمات نتاعك، مع الوقت يولوا عندك زبائن دائمين. الفكرة الرابعة التعليق الصوتي. إذا عندك صوت واضح ما يحتاج تكوني مذيعة. كاين ناس يحتاجوا أصوات لفيديوهاتهم ولا الإعلاناتهم ولا القصص ولا الكتب صوتية، دروس. مجرد ميكروفون تاع الهاتف في مكان يكون هادي وتكون إن شاء الله البداية الممتازة. الفكرة الخامسة تقديم خدمات عن بعد. اليوم العالم كامل يخدم عن بعد، كتابة، ترجمة، تفريغ صوتي، إدخال بيانات، تنسيق الملفات، إدارة الصفحات والرد على الرسائل. إذا تعلمتي مهارة واحدة تقدري تخدمي مع الناس من أي مكان. الفكرة السادسة التسويق بالعمولة. توصي بمنتج، إذا شراه شخص من خلالك تاخدي انتي عمولة، بدون تصنيع، بدون تخزين وبدون توصيل. لكن أهم شرط ما تروجيش الحاجة ما تأمنيش بيها ولا ما جربتيهاش، لخاطرش الثقة هي راس المال. الفكرة السابعة التعليم عبر الانترنت. إذا تعرفي الطبخ، خياطة، لغات، الرسم، تنظيم، أي مهارة، كاين ناس مستعدين يدفعوا باش يتعلموها. ماشي لازم تكوني خبيرة عالمية، يكفي تكوني متقدمة بخطوة على الشخص اللي قدامك. سمحي لي درك نقول لك حاجة يمكن تغير طريقة تفكيرك. المشكل الحقيقي ماشي في نقص الأموال ولا نقص الإمكانيات، المشكل هو
أننا نستناو الوقت المثالي، نستناو المعدات، نستناو التشجيع، نستناو الثقة. بصح الثقة ما تجيش قبل البداية، الثقة تجي بعد أول خطوة. كامل نعرفو باللي كاين موظفات ولا ماكيتات بالبيت كل يوم يقولوا كي يتحسن الوقت نبدا، وسنوات وهما يستناو قاعدين في نفس البلاصة. وكامل رانا نشوفو باللي كاين نساء بداو من الصفر، نشروا فيديوهات بسيطة واليوم راه عندهم آلاف المتابعين وعندهم دخل إضافي. الفرق بينهم ماشي الذكاء وماشي الزهر، الفرق واحد، هاديك بدات والاخرى مازالت تستنى في الوقت. اذا خرجتي من هذا الفيديو بفكره واحده فقط خليها تكون هادي، ما نحتاجش راس مال باش نبدا، نحتاج قرار ثم خطوه واستمراريه. وباغيه نعرف منك في التعليقات لو كان اليوم عندك ساعتين فراغ فقط، اي الفكره من السبعه راح تبداي بيها؟ وإذا عندك فكرة أخرى شاركينا بها، يمكن تكون سبب في فتح باب رزق لأخت أخرى. إذا عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك، لأن قناتنا هدفها نجاحي يبدأ من بيتي. دمتم بنفس مطمئن. سلام.